الأكباد. ذات الأكباد سنعيش معا أحلى الأوقات ونصاحب أحلى الشخصيات. سنعيش معا أحلى الأوقات ونصاحب أحلى الشخصيات. والآن قد حان الميعاد. هيا هيا يا في ذات الأكباد. يا في ذات الأكباد سنعيش معا أحلى الأوقات ونصاحب أحلى الشخصيات. سنعيش معا أحلى الأوقات ونصاحب أحلى الشخصيات. ها نحن أتينا في الميعاد. كأنها تمشي على الماء. انظر أبي، ألا تشبه علي. حاضر، لن أتكلم وسترى بنفسك. نعم خير. إذا سمحت، ماذا تريدين؟ أنا الكبيرة وأنا التي تجلس في المقدمة. تسمح؟ أبي. علي، لا يهم هنا أو هناك. لماذا لا يقال لها هذا؟ لتذهب وتجلس حيث تجلس دائما، هناك في الخلف. أنا الكبيرة قلت لك، ومكاني هنا إلى جانب أبي. ولكن أبي. علي، لا تفتعل قضايا ليس لها أهمية. ثم لاحظ أننا في الشارع الآن. تفضلي سيدتي، تفضلي. مساء الخير. أهلا أهلا برجل البيت. وسيدة البيت ليس لها أهلا؟ سيدة البيت هي كل الأهل. كيف كان يومك اليوم؟ رائعا. ولكن يوم علي يبدو أنه لم يكن رائعا. تأخرت أمي. هي تأخرت. وصلت. صار؟ ممكن. أين شيماء؟ ربما عليك بإخلاء كرسيك أمي لتتكرم الآنسة شيماء بالجلوس معنا للغداء. ما هذا الذي أسمع؟ علي، اتفقنا أن تهدأ وتمنح شيماء فرصة كافية لنعرف حكايتها. أية حكاية؟ عما تتحدثان؟ لا تشغلي بالك، علي مصر على التحدي بلا معنى. فهمت. ما زلت تحسب كل حركة تفعلها كأنه يجب ألا تكون لها شخصيتها وطبيعتها. أنا؟ شيماء تختلف عنك. لماذا تريد دائما أن تفرض عليها ما تريده أنت؟ هل رآني أحد أفعل ذلك؟ أرى أن هذه ممارسة خاطئة يا علي. كيف تحكم يا دكتور وأنت لم تسمع ولم ترى ما حدث؟ الذي يعنيه أنك تتصرف مع شيماء من مفهوم ضيق، وأنك مفهوم ضيق؟ هاي يا للكلمات. علي، تسمع حتى ينهي عمر كلامه. كنت أريد أن أقول إنه على غير عادته ويتعجل بالحكم علي. عمر، ماذا كنت تريد أن تقول؟ أرى أن عليا يتصرف مع شيماء من كونه الذكر الرجل وهي المرأة الأنثى،
دون اعتبار من هو أنها الأكبر أو حتى لها حرية التفكير والتعبير عن رأيها. سأذهب لأناديها. آنستي، هل سننتظر كثيرا؟ أوه، متأسفة يا أمي، سأكتفي بتفاحة فقط. شكرا يا أمي. لن أنطق بحرف وسأضغط على لساني الذي يريد الكلام. لا تقلق يا أمي، سرعان ما سيهدأ. سأتركه لك. يجب أن يعرف كيف يعامل شيماء. سوف أغتنم فرصة المراجعة لأحاول أتفاهم معه بشكل أفضل. إن شاء الله. عمر. نعم يا أمي. كن منصفا معه. يجب أن يشعر أن هناك من يسانده. فهمت. بالتأكيد يا أمي. العدل يقتضي أن تتوازن الحقوق والواجبات معا، أليس كذلك؟ بالضبط. الكاكاو بالحليب الذي تحبه جاهز. أرى أن تسأل الآنسة الرشيقة أولا، قد لا يعجبها أن نشرب الكاكاو بالحليب حرصا على رشاقتها والمشي على الماء. علي، اتفقنا أن نهدأ أولا. أعرف، سأذهب إلى غرفتي لتأخذوا راحتكم. تستطيعون تحميلي كل شيء حتى تصرفات الآنسة شيماء. لدينا مشكلة. يبدو أن المتاعب قد بدأت، ولدينا اليوم مشكلة كبيرة.
كانت تراها كل ليلة تقف أمام الشباك ترقب العصافير وهي تأوي إلى الشجرة بأصواتها التي تنذر باقتراب الليل، وهو يخيم رويدا رويدا على شباكها، فتشعر بدنو الظلمة وهي تزحف إلى غرفتها الصغيرة. صورة شعرية جميلة، كأنك تنظمين الشعر وليس قصة قصيرة. شكرا، ولكني أخاف شهادتك. حسبت أني لا زلت المعلم الروحي بالنسبة لك. بالتأكيد، لكني أخشى أن يكون رأيك بالقصة كرأيك بصاحبتها التي أعرف معزتها لديك. أكملي أرجوك. أنت تعرفين تماما أن القصة القصيرة والإبداع فيها يحتاج إلى مواصفات خاصة في عالم الأدب، وحبي لك لن يجعل منك كاتبة متميزة ما لم تكوني أنت كذلك. أرجوك أكمل. لقد كانت تنتظر ما بعد تلك اللحظات. الفائدة، لا أستطيع السكوت، يجب أن أتحدث معها، يجب أن أفعل شيئا. هذه المعادلة كما شرحتها لك. سترى الآن أن المسألة أوضح وأسهل. نعم شكرا. ماذا هناك؟ هل أعيد عليك شرح القانون؟ لا أستطيع التركيز ولا أعرف كيف سمحت لها أن تنزلني من مكاني وتتربع علي كأنها الطاووس. الطاووس؟ نعم، كذلك الطائر المغرور بجمال ريشه، ما إن تنظر إليه حتى يعرض أمامك بتاجه الذي يضعه على رأسه كأنه الملك المتوج. حسنا، بعد أن تنهي ما هو أهم وتتخلص من هذه العصبية، نستطيع أن نفكر في حل يرضيكما معا. أعرف مقدما هذا الحل، أن أتنازل مبتسما راضيا وأدعها تأخذ مكاني بمنتهى التسامح والخضوع. التسامح لا يعني الخضوع، انتبه جيدا لذلك. لقد انتصرت الآنسة الرشيقة علي، أخذت مكاني. أنت أين شيماء؟ أين أختي؟ كيف دخلت إلى هنا؟ نعم، ماذا تريدين؟ فاطمة! ستذيع نشرة الأخبار بكامل تفاصيلها. ماذا تعني بأنت الأخرى؟ هل أخذت مكانك أنا الأخرى؟ ماذا أفعل؟ الكل عرف بمصيبتي. هناك مصيبة أكبر. مصيبة أكبر؟ ماذا تعنين؟ ما الذي حدث؟ مصيبة لا يعرفها غيري ولم يعرفها سوى أمي. أين هي؟ تكلم بسرعة. لا عليك، سأجدها بنفسي. فاطمة تعالي، فاطمة! لم يعد أحد يعرف ماذا يجري في هذا المنزل. عفوا يا عمر، متأسفة.
لا يجب أن نتكلم عن الآخرين، لكنها يجب أن تعرف. حسنا، سأعد حتى 10 ثم أفكر. 1. كم أتمنى أن تزيلي قلق نفسك وعقلك الذي لا يريد أن يهدأ. ماذا أفعل؟ لا أستطيع الانتظار حتى تظهر المشكلة أمامي ثم أفكر في حلها. كل ما أطلبه أن نمنحها بعض الوقت، فقليل من الوقت يكفي أن تعبر الأمر بسلام. نتركها هكذا دون أن نفهمها ما تمر به؟ لا يا عبد الرحمن، يجب أن تفهم، وإذا عرفت لن تتمادى في مشاعرها الطارئة. هذه مرحلة طبيعية صدقيني، ومن الطبيعي أن تمر بها شيماء كغيرها، ولا داعي أن نجعل من هذا الأمر مشكلة. المراهقة المبكرة يا عبد الرحمن مشكلة، ويجب أن ننظر إليها على أنها كذلك، خوفا من التمادي. أخشى أن يقودنا الحذر الزائد إلى تعقيد المسألة. أستطيع أن أمثل دور المتفرج الذي لا يعنيه ما يجري أمامه. أفهم من ذلك أنك قررت شيئا. نعم، وستعرفه حالا. فاطمة، عن إذنك يا أبي. تفضلي. أمي، حبيبتي، سنتكلم عن هذا فيما بعد. موافقة؟ ماذا يحدث؟ والآن ماذا علي أن أفعل؟ يجب أن أفعل شيئا، لا أستطيع التركيز. ما تفعله الآن ليس له معنى. ابحث عما تشعر فيه بعقلك يا علي، سترى أنك على خطأ. على خطأ أنا؟ نعم، إنك تغلو قلبك وعقلك على مشاعر أنانية ضارة. فكر بمشاعرها أيضا. يبدو أني قد تسرعت، وانفعالي لا يبدو منصفا. أنت لك العذر يا علي، لك الحق فيما فات، ولكن عليك أن لا تتجاهل ما لشيماء من حقوق أيضا. أعتقد الآن أني كنت أتصرف بطريقة أنانية، بل ربما عدوانية. عمر، أشعر أني كنت قاسيا عليها. لا عليك، يكفي أنك عدت إلى نفسك وعدت إلينا بعلي الذي نعرفه ونحبه. شكرا. عمر، هل تحدثني عن التسامح يا عمر، وكيف أنه لا يعني الخضوع؟ لقد فعلت لتوك ما هو أجمل من الكلام. أنت سامحت فأعطيت، والإنسان القادر على العطاء لن يخضع إلا لله. نعم، هذه الابتسامة أجمل ما كنت أنتظر. بل أجمل من هذه الابتسامة هو صفاء روحك وهدوء قلبك. أنت تبعث الاستقرار دائما إلى قلب الأم، هذا القلب الذي لا يهدأ أبدا. إذن نفعل ما اتفقنا عليه، ولكن أوصلني بطريقك وسأشرح لك. أوه، هذا يسعدني جدا.
أمي، هل تغضب مني شيماء لأني... ربما، لكنها إذا ما علمت أنك تريدين لها الخير سترضى وتحبك دائما كعادتها. سأذهب إليها. فاطمة، انتظري، سأذهب معك. صحيح؟ سنفاجئها بلعبة بريئة. لعبة تقول لها إنك جميلة من غير أن تضعي هيا. علي، سمعت أنك تعاني من مادة الرياضيات، صحيح؟ ما رأيك أن نذهب في نزهة خارج المنزل تريح فيها العقل ليستعيد نشاطه المعهود؟ أبي، نعم. أعرف أنك تريد أن تفهمني أن التسامح لا يعني الغضب. اطمئن، لقد أفهمني عمر ذلك. هذا جيد، إذا أنا أذهب ولكني أحب أن أذهب معك لأستعيد مكاني في المقدمة. شكلها يثير الضحك، أليس كذلك؟ من أنت؟ أنا فاطمة الكبيرة. أرأيتم كيف يصبح شكلنا يثير الضحك عندما نرتدي ما لا يناسبنا؟